أنها كلها نقرأ القرآن، نقرأ القرآن، ويأتي علينا رمضان وسيأتي إن شاء الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله ممن يدخل عليه هذا الشهر في خير وعافية وسلامة. سيأتي علينا وسنقرأ القرآن وسنتسابق في قراءة القرآن. للأسف جعلنا القرآن للمسابقات، جعلنا القرآن للمسابقات، إما مسابقات المادية أو المسابقات المكاثرة. كم قرأت؟ قال قرأت 30 ختمة، والثاني قال 20 ختمة، وواحد قال 10 ختمات. جميل، قرأنا الختمات كلها هذه، لكن هل اتعظنا؟ هل توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا؟ هل توقفنا عند أوامر الله؟ هل توقفنا عند المنهيات حتى ننتهي؟ لهذا كان يقول العلماء إذا قرأت في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا دل على أنه سيأتيك بعدها إما أمر أو نهي، من قبل الإنسان أن يتعظ بذلك. ولهذا قراءة القرآن ممكن الإنسان يقرأ القرآن من باب الأجر والثواب، يقرأ عدة ختمات، يجعل ختمات للإكثار من الأجر والثواب، لأن الإنسان عندما يقرأ أكثر من ختمة يجد الثواب. لكن يجعل له ختمة للتدبر، يجعل له ختمات هذه للتدبر. لو جلست فيها حتى 10 سنين، نقل عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه كان يقرأ سورة البقرة وجلس فيها 10 سنوات، 10 سنوات في سورة واحدة، في سورة البقرة. ليه؟ لأنه يتدبر فيها. وأما من سمعتم عنهم بأنهم يقرؤون القرآن في اليوم والليلة، مثلا كان بعضهم في اليوم والليلة يختم ختمة، بعضهم ختمتين. هؤلاء من العلماء مع التدبر ومع التفكر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ التدبر لا بد منه. والإنسان الذي ما يقدر أن يتدبر معاني القرآن بكونه لا يعلم كثير من المعاني، عليه أن يأخذ تفسير من التفاسير ويقرأ صفحة من القرآن، ثم بعد ذلك يقرأ صفحة هذه تفسير هذه الآية، من باب يخرج من رمضان وقد أكرمه الله تعالى بقراءة القرآن وتدبر شيء من معانيه. هذا خلاف المعاني الذي يريدها الله سبحانه وتعالى على قلبك بالتدبر. الأمر الثاني وهو الأمر المهم من أجل أن يفاض علينا من سر هذا القرآن، هو أن يقرأ الإنسان القرآن مستحضرا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخاطبك. الآن لما تنظر إلى إنسان عالم ولا يخاطبك، تكون كلك آذان سامعة. قال أهل الله عندما كانوا يقرؤون القرآن قال يكاد أن يكون كل ذاتهم آذان سامعة، ولما ينظرون إلى القرآن يكون كل ذواتهم أعين ناظرة، فيستشعروا عظمة من يقرؤون كلامه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى.